وأمام هذه التطورات الإيجابية التي تهم دولا من مختلف القارات، أوجه رسالة واضحة للجميع: إن ملف الصحراء والنظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاح الشراكات. فرنسا المشاكسة، فرنسا اللي من شحال وهي كتهرب وكتلعب على الطرفين المغرب والجزائر، وكتحاول تستغل الصراع اللي بيناتهم باش تزيد تخلق الفتنة وتبقى هي المستفيد. فرنسا اللي رغم توالي اعترافات دول عندها قوة كبيرة بمغربية الصحراء بحال أمريكا وإسبانيا وألمانيا، هي بقات مخبية وما بغاتش تدخل معهم في الخط، ولكن دارت حتى عيات وفي الأخير يمكن ما لقات حتى شي حل من غير أنها تعترف بمغربية الصحراء ومقترح الحكم الذاتي. كيفاش قدر المغرب يزيرها ويدفع دير هذا الاختيار اللي طبعا ما غاديش يعجب كبرانات الجزائر، ولا ربما هادشي كامل غير مجرد كذبه؟ فرنسا تعترف بمغربيه الصحراء. دبلوماسيه الاسد الافريقي رجعت لكم للواجهه مره اخرى، وهذه المره من خلال جمهوريه فرنسا هذه الاخيره اللي نقدروا نقولوا واخيرا وبعد طول الانتظار اعترفت علنا وبكل وضوح موقفها من الصحراء، الموقف اللي دعمت من خلاله مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. دعمت فقط مقترح الحكم الذاتي. وشكل موقف باريس من الصحراء المغربية أبرز نقطة في زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني للرباط، بحيث أكد أنه كان أبرز نقطة في زيارته للمغرب ومن خلال مخطط الحكم الذاتي يجب على الرباط أن تعول على باريس وموقفها الواضح في دعم هذا المخطط. وزاد أضاف خلال مؤتمر صحفي مع النظير ديالو المغربي ناصر بوريطة أن فرنسا موقفها واضح وتريد حل النزاع في إطار مقترح يرضي كلا الطرفين، مردفا أن نتقدم في موقفنا في الصحراء يعني أن نتبنى البراغماتية في الملف مع دعم جهود المبعوث الأممي ستيفان دي مستورة من أجل إعادة المفاوضات. هذا واش نقدروا نعتبروه اعتراف؟ على العموم نكمل. وشرح الوزير الفرنسي موقف باريس من الملف بقوله أن نحرز تقدما يعني أن هناك تطورا اجتماعيا في الأقاليم الجنوبية، والمغرب قام بحركة تنموية مهمة في العديد من المناطق، ما يعني أن باريس ستدعم جهوده في تنمية الأقاليم الجنوبية، وهذا هو موقف باريس الحالي من النزاع. وزاد كمل سيجورني: اختيار المغرب كأول زيارة للمنطقة جاء باعتبار وجود رابط استثنائي، والرئيس ماكرون يريد أن يبقي هذا الرابط. مهم. التقى بوريطة بسيجورني اللي جاء يوم الاثنين بالرباط بعد تأخير 24 ساعة، بحيث كان من المنتظر أن يجي مساء الأحد من أجل مناقشة العديد من القضايا، من بينها ترتيب الزيارة المرتقبة للرئيس إيمانويل ماكرون مع العاهل المغربي الملك محمد السادس. وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال المؤتمر الصحفي المشترك أن العلاقات المغربية الفرنسية غير عادية ومتفردة ولا مثيل لها ومتجدرة في التاريخ وقائمة على مصالح متبادلة وعلاقات قوية. ووصف بوريطة العلاقات بين الرباط وباريس بأنها علاقة دولة بدولة كيرعاها الملك محمد السادس وكيشرف عليها رفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأساسها المتابعة لرئيسي البلدين. وأكد بوريطة أن المملكة تعتبر باريس شريك متميز على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني، وأن العلاقة بين البلدين كتجدد وكتطور في المضمون والفاعلية والمقاربة للتساير التطورات اللي كيشهدها العالم. وأضاف المغرب بفضل رؤية الملك أصبح قطب استقرار وفاعل أساسي في شمال إفريقيا والبحر الأبيض والقارة الإفريقية، وكيوفر فرص مهمة لشركائه، لذلك فهو شريك مطلوب ومرغوب. دابا من هادشي كامل السؤال هنا اللي خصنا نطرحوه: واش هادشي نقدروا نعتبروه اعتراف فرنسي بمغربية الصحراء وسيادة المغرب على أراضيه كاملة؟ غير صحيح حسب رأيي. لا جديد في الموقف الفرنسي، فقط إعادة لنفس كلامهم المعهود مع تغيير المفردات والمرادفات اللغوية مع بعض الزخرفة الإنشائية حول تاريخية دعم فرنسا اللي كانت في 2007 لمقترح الحكم الذاتي، مع ذكر لمدارس فرنسية بالداخلها والعيون إلى ما ذلك. ولكن موقف فرنسا هو نفسه دعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي بلا بلا بلا، زائد دعم لمقترح الحكم الذاتي. والمغرب حاليا راه باغي انتزاع اعتراف رسمي وباثر قانوني لمغربية الصحراء، ودون ذلك لا علاقات طبيعية ولا امتيازات تجارية أو اقتصادية مع الفرنسيين على الخصوص. المشكل على ما أظن أن المغرب باغي انتزاع هذه الاعترافات المباشرة بدون تقديم اي شيء بالمقابل، ما باغي يعطي حتى شي مقابل لفرنسا باش ما يفتحش باب تقديم مقابلات امام باقي الفاعلين العالميين. ايضا كنظن ان فرنسا كاعيه بسبب ان المغرب ما كيشوفهاش في المستوى ديال انه يقدم لها تنازلات بحال دول اخرى اللي قدم لها المغرب بعض التنازلات، ولكن
كتأشر هاد الزيارة اللي دارت حاليا على أن باريس بدات كتعيد النظر في سياستها الخارجية ذات الصلة بالقضايا الحيوية للمغرب، لأن من بين أهم أسباب استمرار الأزمة مع المغرب وكيف قلنا غياب موقف واضح من قضية الوحدة الترابية للمملكة. وكيعتبر المغرب قضية الصحراء مسألة وجودية كتهم الأمن القومي على كافة المستويات، وكتطالب الرباط باريس بتحديد موقف واضح غير ضبابي في هذا الملف وتجاوز الموقف اللي عبرت عنه في العام ديال 2007 في ملف الصحراء المغربية وتعتبره الحد الأقصى، وعدم وضع قضية الوحدة الترابية في سياق المفاضلة السياسية والدبلوماسية بين المغرب والجزائر. وكان الملك محمد السادس شدد في خطاب للقاه في غشت 2022 بأن ملف الصحراء هو النظارة اللي كينظر بها المغرب إلى العالم، معتبرا في السياق نفسه أن المعيار الواضح والبسيط اللي كيقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات. وعرفت العلاقات بين البلدين توترات كثيرة في السنوات الأخيرة ولم تجد بعد طريقها إلى الحل، بالرغم أن مؤشرات انخفاض التوتر بدأت كتلوح منذ أواخر العام اللي فات مورا تعيين سميرة سيطاي سفيرة للمغرب في باريس بعد ما ظل هذاك المنصب خاوي لأكثر من سنة. وكيبدو أن باريس بدأت كتفهم أهمية الصحراء ليس فقط بالنسبة للمغرب بل أيضا لها هي كمنطلق أطلسي استراتيجي يمكن لها من خلاله العودة للقارة السمراء اللي صبحت كتعرف فرنسا ذكريات فقط. وكتشكل الأقاليم الجنوبية المغربية حاليا حلقة اقتصادية مهمة بين الرباط ودول العالم والقارة الإفريقية، ومتنفسا للتضييق الاقتصادي اللي كتعرفه دول الساحل من مورا حمام الانقلابات اللي كانت مؤخرا، وهادشي من خلال الإعلان عن مبادرة الأطلسي اللي غادي تكون فيها أيضا موريتانيا اللي هو نقدروا نعتبره اللاعب الجديد في المنطقة وجزءا أساسيا وفق تصريحات وزير الخارجية المغرب. وأمام كل هذا كشف سيجورني توجهات ماكرون نحو المغرب من بعد مماطلة وتعويل على الجزائر اللي كتعرف فقط استمرار تأزم العلاقات مع الدول الأخرى عوض تحسينها، وكيحاول يلجأ الرئيس الفرنسي الآن إلى الرباط وأقاليمها الجنوبية قصد تحقيق العودة الكبرى إلى أفريقيا. الخلاصة من هذا الشيء كامل هو أنه لحد الآن لا جديد يذكر. فرنسا مازال ما خدت الخطوة الحاسمة في ملف الصحراء، فقط تجديد لموقفها اللي كان في 2007، ولكن ربما هذا التقارب الدبلوماسي اللي كاين دابا ربما هو البداية أو التمهيد لاعتراف رسمي بمغربية الصحراء في القادم القريب، اللي ربما غادي تكون في زيارة للرئيس الفرنسي للمغرب في حضرة ملك المغرب. حتى هنا كنكون وصلت نهاية الحلقة ديالي. انت كالعادة قول لي رأيك، واش فرنسا اعترفت او لا فقط لعب بالكلام؟ يلا في التعليقات قولوا لي. يلا كالعادة كنقول لك كان معاك العميق اخونا، ما تنساش تطرطق ديك البوطونه ديال سبسكرايب باش تشوف الحلقات اللي جايين، ما تنساش تدخل تشوف الحلقات اللي فاتوا، تابعني في مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وفيسبوك حيت ما تقدر تناقش معايا المواضيع اللي نديرو في الحلقات اللي جايين. تهلا لي في روحك حبيبي العميق.